اتفضلوا بقى دوقوا الشاي بتاعي وقولوا لي رايكم. ايه كده برضه سهتنا ورحت عملته؟ سهتنا؟ ايه سهتنا دي؟ يعني خمتنا وراح عمل حاجه من ورانا. انت هتفضلي عايشه في امريكا لحد امتى؟ ما تعيشي وسط اهلك بقى. تاخدي كام سكر؟ لا انا مش عايزه شاي. عندكم امريكان كوفي؟ خليكي اوعى كده. فين بنتي؟ بتقول درية يا مرات عمك؟ ايوه يا ماما، وعايزه بنتها والعفاريت بتتنطط في وشها، عشان كده مش عايزك تخرجي لها. ما صحش يا وجيه، دي مهما كان برضه ببيتي. يا ماما دي واحده عارفه انك عيانه ولسه خارجه من المستشفى وما هنش عليها وهي داخله تسال عليكي، راحت هاجمه على بنتها على طول. كل واحد بيعمل باصله يا وجيه. انا مصر ما تخرجيش تقابليها. وصلت بيكي الوقاحه ان انت تقولي لي كلام زي ده؟ انا ما قلتش غير اني في بيت عمي وباسم من دادي. يعني ايه اتفلق انا ما قلتش كده يا ماما. لكن قلتي معناها. اسفه. طب يلا اتفضلي انزلي معايا. سوري مش هقدر. انا قلت هتنزلي وهتنزلي، حتى لو اضطريت ان انا اشدك من شعرك واجرك ورايا. بتقولي ايه يا مامي؟ تشديني من شعري وتجريني وراكي؟ I can't believe what you're saying. احنا خلاص ما بقيناش في امريكا، وانا هتصرف معاكي بعد كده زي اللي بيتصرفوا هنا. اتفضلي. اوه يا مامي دراعي you're hurting me. من فضلك يا طنط ارجوكي هدي نفسك وهنتفاهم. بقول لك ايه يا بنت انتي، انا دخلت ما واجهتلكيش كلمه واحده، مع اني عارفه ومتاكده ان انت اللي حرضتيها انها تيجي هنا، ورغم كده انا مش عايزه اي حوار بيني وبينك، ومن فضلك ما تتدخليش في اي حاجه تخصني او تخص بناتي. انا اسفه. اهلا يا درية هانم. اهلا. اهلا. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله زي البومب. ما تاخذنيش اتاخرت عليكي، اصل لما دخلي وجيه وقال لي ان طنط درية جت علشان تسلم عليكي وتبارك لك، ما صدقتش نفسي ان الفرحه. يا الف نهار ابيض، يا ريتني كنت بعرف ازغرط. ابقى غلطانه لو زعلت منها. انا فعلا مش لازم اتدخل في علاقتها ببناتها. دي ست طول عمرها متعجرفه، فاكره ان الدنيا بتبتدي وتنتهي عندها هي واولادها وجوزها. انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. في حاجه كنت ناويه اعملها بكره عشان سحر، محاوله يمكن تنجح وتشيل غشاوه عن عين مامتها وعينها. كنت هتعملي ايه؟ لا مش هينفع يا وجيه، يمكن اقدر اقول لك بعدها لكن مش قبلها. انت ليه دايما بتحاولي تبعديني عنك؟ انا متهيألك انا مفيش اي سبب خليني اسيب مزرعتي والنجاريه الا عشان عايزه اجي اقرب منكم. صيغه الجمع كمان دي تدل على اللي بقول عليه. انت بس حساس قوي، انت فاهمني غلط. طب فهميني صح. قريب يا وجيه هتفهم صح. كفايه بقى يا ست انتي، من الصبح نازله فيا تريقه وتلقيح كلام، انا مش ناقصاكي. ايوه يا ستي، نسيت اجيلك المستشفى، كنت متخانقه مع جوزي وداخله على طلاق، ودلوقتي عرفت ان بنتي عندكم جايه اخدها. عايزه حاجه؟ مش عايزه يا حبيبتي، ده انا برحب بيكي. خدتيها بتريقه ليه؟ ولا اللي على راسه بطحه؟ ايه بطحه يا ست؟ حياه النفوس انتي. حياة بس يا حبيبتي. حياه بس ولا حياه النفوس ما تفرقش. عموما شرفتي بيت سلفك، واذا كان على غدا الاموره دي فهي نورتنا وانست بيت عمها، لكن مش هنقدر نغصب عليها تقعد لو كانت عاوزه تمشي معاكي. رايك ايه يا غدغود؟ سيب البنت. يلا نمشي من هنا، كفايه بقى الموقف السخيف ده. اوكي يا مامي انا مستعده انزل معاكي، بس نروح نجيب سحر وراني من عندنا ونروح لدادي حالا. مالكيش دعوه بالموضوع ده. ده شرطي الوحيد عشان انزل مع حضرتك. سلم لسانك يا حبيبتي، اسمعي كلام بنتك يا درية، بلاش تركبي دماغك، اجري صالحي جوزك قبل ما يشوف له شوفه ويضيع منك. ايه ده؟ انتي بتنصحيني؟ وما انصحكيش ليه يا حبيبتي؟ انا برضو اكبر منك وجوزي اكبر من جوزك. خلاص يا طنط، خلاص يا مامي، اتس اوفر بليز. يعني ايه؟ مش هتنزلي معايا؟ زي ما قلت لحضرتك. اوكي اتفلقي، انا مش عايزاكي، كفايه عليكي اهل الحواري. حواري؟ تقصد ايه يا طنط؟ تقصدنا احنا يا حبيبتي.
طب ما انتوا ماي فاميلي، اهلي، يعني انا كمان حواري. يس. اخر صندوق ده بايه؟ ماشي يا ابني. فارق يا شيخ ايه ده؟ بالسلامة يا سيدي. على فكره يا شيخ ايه؟ الست فكرات خرجت من اوضه العمليات والعمليه نجحت 100% كده اهو. طب وبعدين يا فريد؟ ولا بعدين ولا قبليه يا سعاده البيه، العمليه كده ماشيه اخر حلاوه. اللي نفسي اعرفه يا فريد، انتوا ازاي بتخرجوا الكودايين والمورفين من باب المستشفى؟ الله كده يا سعاده البيه، ما احنا لنا حبايب في كل حته زيك كده. اللي انا اعرفه يعني ان انتوا بتطلعوه هنا المعمل، وبعد كده ببصم انا والدكتور شوقي وضيع على اننا استخدمناه في الاغراض المعمليه، وبعد كده بتطلعوهم مع الفوارغ، مش كده؟ بالظبط. محدش بقى بيفتش الفوارغ دي. حضرتك فتشت الفوارغ دي؟ سؤال اجيب يا اخي والله. خلاص يا غريب، اتفقت مع شريف؟ انا كنت لسه بفتح معاه الموضوع دلوقتي. اتفق معايا على ايه يا دكتور؟ الخطة الكبيرة بقى خلينا نخلص ننام عليها ونبعد عن الخطر. نصيب كل واحد فينا من العملية دي 50 باكو، بس عايزة توضيب كويس. طب ما تفهموني التفاصيل يا جماعه. انا افهمك التفاصيل. شحنه كبيره قوي مستورده لحساب المستشفى، المفروض انها بنسلين، بس بدل بودره البنسلين بودره تانية. احنا بقى هنشتري بنسلين من هنا من السوق ونحط ده بدل ده، ما فيهاش ضرر لحد يعني. العيان ياخد بنسلين واحنا ناخد الكوكايين ونبقى خالصين. يا ولاد الهبلسه. وطي الصوت يا سامي وخليك معاهم لحد ما يخلصوا. الو، مساء الخير سعادتك يا فندم. امير شاكر يا فندم. احنا هنضطر نوقف عمليه الضبط الليله يا فندم. لا ابدا، كل شيء تحت ايدينا، بس حضرتك في صيد اهم. يا دكتور طمني، عاملة ايه دلوقتي؟ يا ابني ما تقلقش، الحالة كويسة جدا، احنا بس حطيناها في اوضة الانعاش لغاية ما تفوق، وبعدين هننقلها في اوضة عادية. ميرسي قوي يا دكتور، وانا اسف جدا اذا كنت ازعجتك من كتر الحاحي. لا 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 ابدا. طارق الحمد لله ماما فاقت. الف الف مبروك يا ليلى. الله يبارك فيك يا طارق، انا فعلا ما بقتش عارفه اقول لك ايه. انا كده بقيت مدينه لك بعمري كله، حتى عمري مش هسامحك. مش عايزك تقولي حاجة خالص، مش عايزك تقولي غير الحمد لله. الحمد لله. يا ستار، ايه يا ابني؟ فين ذكائك؟ طب انت جيت وحضرت العملية وعملت الواجب 24 قراط، اعمل بقى الواجب التاني واجري شوف والدتك اللي خرجت من المستشفى النهارده وما شافتش خلقة سيادتك من الصبح. مش ملاحظين ان هو ما سلمش عليا؟ ولا سلم عليا انا كمان، ومش عاجبه.